وحشتوني قد الدنيا كلها، ودي شوية من أفكار النهاردة اللي أنا مجمعاها وهعرضها في الفيديو بتاع النهاردة للناس اللي سألتني على شغل الخيش والكسترات والحاجات الجميلة دي. مجمعها لكم النهاردة من أعمالي القديمة في الفيديو بتاع النهاردة. لايكات بقى عالية عشان دي فعلا حاجات صدقوني جميلة وفعلا جديدة بشهادتكم، بس ما خدتش حقها. زي ما انتوا شايفين عملت الأول باترون قلب بالمقاس اللي أنا عايزاه وبطبقه هنا على خيش. الخيش دي قطعتين دبل كده زي نفس المقاس. بعد كده جبت حتة خيش طويلة نسلتها وابتديت ألزقها على وش واحد بس على الطرف بالشكل ده بالشمع داير ما يدور القلب. بقت معانا كده دي الطبقة الأولانية، عاملة لكم خلفية بيضة عشان تبان، وهنلزق عليها الطبقة التانية. وانا بلزق اسيب حتة صغيرة قوي عشان هقول لكم ليه في الاخر. كتبت عليها كده بالالوان العادية خالص ورنيش وشوية لون اسود، كتبت كلمة لافلي، نقطت شوية نقط بألوان مختلفة، ومن الحتة الصغيرة اللي سيبناها حشيت كمية فايبر كده لذيذة. بصوا بقت 3D كده بومبي ولذيذة ازاي. ونلزق في الاخر بشوية شمع الفتحة اللي حشينا منها الفايبر. دي مجموعة من خيوط كده ألوانها لذيذة، خيش على قطن على صوف. عملت كده المزيج اللي انتوا شايفينه في ايدي وهبتدي ألزقه على الحرف من داير القلب بتاعنا. لو تلاحظوا النقط نفس الألوان بتاعت مشتقة من ألوان مزيج الحبل اللي عملناه. وكمان هعمل صف تاني من الحبل القطن عشان يبقى بالشكل اللذيذ ده، سريع وسهل وجميل وديكور. بصوا بقى كمان ينفع مشاريع للناس اللي عايزة تعمل شغل جديد وتريندي وحاجات حلوة قوي. ممكن تعملوا لاين كده جديد في السوق، لذيذة وجميلة وبجد مفيش أسهل من كده. يلا بينا على الفكرة التانية. هنعمل غرزة السلسلة للناس اللي بيعرفوا أو عندهم خلفية عن الكروشيه. أسهل غرزة في الكروشيه خيط قطن عادي خالص اللي هو بتاع التنجيد، وعملت كده طول حلو 1.2 متر. وكمان هنعمل كوستر لذيذ قوي قوي قوي. جبنا كده حتة من الدورية كنت قصتها بطبق كبير من الخيش، قست دورية صغيرة من النص ودورية تانية أكبر زي ما انتوا شايفين، وابتديت بقى ألزق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالشمع، والزق السلسلة اللي احنا عملناها الطويلة. وكل ما عاوز كنت اعمل شوية تاني. لذيذ قوي 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 وسهل بجد يا جماعة، وبرضه مش مكلف خالص. وممكن ما تعملوش على خيش بس، ممكن تعملوا على ماتيريال تاني عندكم كتير، اي خامة قماش حسيتوها مناسبة. وابتدي افرغ الحرف وبقى بالشكل اللذيذ ده. طبعا انتوا عارفين دلوقتي الكسترات الخيش والخوص اسعارها خيالية ازاي. وبقى كده كوستر لذيذ مفرش جميل. اعملوا بيضاوي، اعملوا كبير، اعملوا صغير، مستطيل، براحتكم خالص. الفكرة اللي بعد كده هجيب سلك سلك عادي خالص بتاع كهرباء. انا عايزة اعمل دورية محكمة كده، دمجتها زي ما انتوا شايفين وابتديت الف عليها الحبل الابيض برضو بتاعنا. يا ريت يكون الحبل ده عندكم القطن، بيعمل بيه حاجات حلوة قوي، بنعمل بيه حاجات جميلة زي ما انتوا شايفين مالية قناة. عندنا افكار منه كتير قوي. لفتها بالشكل ده عشان اعمل الطارة اللي انتوا شايفينها، وعلقت على مستوى ايدي كده مسمار في اي حاجة عالية شوية خشبة، وهبتدي اعلق عندي هنا حبلين. تمام، كل حبل حوالي بقى بصوا الطول اللي انتوا عايزينه، ده تقريبا متر لكل حبل، واقسمه بالشكل ده ومن النص بالظبط اعلقه بالاسلوب اللي احنا شايفينه. تمام، هنا حبلين. تعالوا بقى خدوا بالكم من الغرزة دي، غرزة سهلة جدا من غرز المكرمية كده بالشكل ده. دي تحت دي احنا لو خدنا بالنا من اول غرزة ونبطأ اهو كله تمام، هتمشوا هتاخدوا عليها ايديكوا وهتبقى تمام قوي. واكرر بقى بقية الغرز ورا بعض. هنلاحظ حاجة واحنا بنشتغل، ما تشديش ايدك، خليها كده ولا مرخية ولا مشدودة. وابتدي وانا بقى ماشيه عماله كده اعمل في الغرز. طبعا اعملوا الطول اللي يعجبكم على حسب دي حامل المناديل اذا كان للمطبخ او للحمام. تمام،
ابتديت بقى تلف كده مني زي ما انتوا شايفين، وجبت عصاية خشبة صغيرة بعرض البقرة بتاعت المناديل، وخدت كده المساحة عشان تقدر تدخل وتخرج بأريحية، وعملت برضو غرزتين من تحتها وعقدته. خلاص عملت الناحيتين وظبطت اموري. جبت هنا خيش، دي يعني السمك بتاع الخيط سميك شوية مش رفيع قوي، وابتديت اعمل الغرزة الجميلة دي. هعمل زي كده ورقة شجر بالخيش، هلزقها من ورا كده عشان ما تفكش، عشان طبعا هي عبارة عن عقد صغيرة. وابتدي ادخل العصاية بتاعتي هنا بالشكل ده، هتدخل بقى وتطلع بسهولة، وندخل البقرة بتاعتنا ونقفلها من الناحية التانية. حطيت ورق الشجر عليها، رائعة وجميلة، ومن حاجات العملية يعني اللي حبيتها. بس كده عملت كده طرف المنديل بالشكل ده، وحطيت شراشيب من على الطرفين، لذيذة قوي قوي قوي. وننفذ من الحاجات دي قولوا لي يا جماعة، فرحوني كده وابعتوا لي على الفيس على صفحتي ابتكارات ميرا لأعمالي ندم. كوستر برضو رائع وجميل ومبتكر، من يعني على هيئة ورق شجر. رسمت ورقة شجرة كبيرة، عملت لها بطرون الأول، ونفذتها على الكرتون بتاع التورت اللي هو الناشف شوية، غرقته من الغيرة الأبيض بتاع الخشب، لزقت عليه خيش، غرقته برضو بالغيرة عشان تنشف. وبعد كده ابتدي بقى أفرغها على ورقة الشجر دي. وبعد كده ابتدي اجيب الخيط بتاع التنجيد الابيض ده، برضو لا يخلى من عندكم، هتقدروا تعملوا بيه ابتكارات جميلة جدا. عملت في النص، وبعد كده ابتديت اعمل زي ما انتوا شايفين خطوط كده نازلة لتحت شوية على هيئة تمانية، وارجع تاني اعمل المشتق من الفرع، فرع تاني صغير زي ما انتوا شايفينه، وبرضو في تعريج. الحروف برضو هنعمل لها، بس عايزة بقى اعمل لها خيش اساس تبقى اللون منفصل عن التعريج الداخلي. كوستر رائع مفيش كلام، بجد مجسم قوي، هينفع على اي ترابيزة لو عملتوا منها حجمين، حجم صغير وحجم كبير، يتحط كده عليها حاجة البامكن او قرع العسل اللي عملناه مع بعض الجميل ده، هتلاقوه برضو على القناة. وممكن يتحط برضو على الحائط جنب حاجات جميلة زي اللي عملناها قبل كده من خيش. تعرفين الحاجات دي طالعة دلوقتي تريندي قوي وجميل. يلا على الفكرة اللي بعد كده وبرضو لذيذة قوي، انا خدت هنا من كرتون النصبيان عملت دائرة، انا ساعات بقول دايرة دورية سوري يعني، بس عادي هي يعني بتتكرر على لساني كتير، فاعذروني معلش، هي جايه معايا كده مش عارفه ليه. عملت ولزقت زي ما انتوا شايفين الحبل بالشكل ده بالشمع، وجيت من على الحروف عملت زي اجراس من الخيش. حطيتوا لايك ولا لا؟ دعموا الافكار دي، دعموا افكار يا جماعه، دعموها، ولا حاساها تستاهل كده وانت ناس حلوه والله. مش عارفه بجد ليه اللايكات قليله والمشاهدات، بس يمكن عشان بغيب عن القناه كتير، فانا لما برجع اعرض افكاري بيبقى اقليه بيشوفوها. خلاص لزقنا كل الاجراس، وشفتوا الفينش في الاخر ازاي. انا مش هسيبها كوستر كده، طبعا الفيديو ده معاد وانتوا عارفينه، بس انا عدته تاني عشان بس خاطر الناس اللي ما شفتهوش او مش لاقياه في القناه. عملت هنا زي نوز كده على حرف يعني على شكل مثلث، بملاها من جوه بالشمع والخيوط الرفيعه. هعمل وش اسد من الخيش والخيوط، جميل جدا طبعا من ديكورات البوهو. وعملت هنا النوز، حطيت طبعا يعني قلت يعني احدد شوية افرق ما بين الخيش والابيض ولون تاني اغمق عشان اعمل بيه العيون والشنب بتاع الاسد بتاعنا. وعملت له تعليقة جميلة من ورا، اللون الغامق ده لون مكرمية. بصوا جمال، بصوا جمالها، يعني برضو من حاجات اللي انا بحبها قوي قوي عندي. وفي ممكن نعمل منه اشكال تانية كتير، يعني دب غير الاسد، زرافة، قرد، الحاجات دي بتبقى حلوة جدا. ان شاء الله نبقى نعمل اشكال تانية منه. الفكرة معانا الاخيرة النهاردة وهي كده تعليقة للمفاتيح، كانت جميلة جدا وعجبت برضو ناس كتيرة قوي. من غطا الجرادل بتاعة البوية، قسمته بالشكل ده اللي هو الداخلي. طبعا بصوا الغطا ما يتشافش يعني، بس هنعمل تحفة فنية منه. غطيته بالخيش، عملت كشكشة كده، وطبعا بمساعدة اللاصق اللي هو بتاع الشمع، ومن ورا هفنشه بالشكل ده.
هدمج كل اللي هو خارج ده للداخل. طبعا خامة الخيش جميلة، تتشكل كده معاكي وقوية وتعيش، ومع تجاربي من خلال استعمالي لديكورات الخيش بتعيش، وسبحان الله ما يبانش فيها ولا وساخة ولا تراب، تنفيضة بتبقى زي الفل. خلاص دمجت كل اللي تحت من بره لجوه، وكمان عملت اليد دي الحتة اللي هي المفرغة دي برضو كستها بالشكل ده. هضم كل اللي بره اللي جوه، وطبعا عشان ما نهدرش بنقص الخيش على القد. وساعات الفوايد انا مش برميها، بنعمل بيها حاجات رفيعه زي كده، بقول خساره برضه حطها كده في باسكت لوحدها. وحته الكرتونه اللي كنا عاملينها خدت منها نص دايره عشان اقفل الجزء اللي من ورا ده، وكده يبقى الفينش معانا تمام. الواحد بيبقى راضي جدا عن حاجه لما بتبقى الفينش بتاعها تمام، حتى لو هنفك وعيد تركيبها تاني بس تطلع تمام. عملت زي ما انتم شايفين برضو هنا من الحبل الابيض الجميل بتاعنا، شغلنا النهارده كله من الخيش والاحبال، وحطيتها كده حددت بيها الجزء اللي عند الكشكشه، وبرضو يداري اي كعبله من الشمع. حطيت مسامير بورما ربطتها بالشكل ده، اتعصبت حلو جدا عشان وراها بلاستيك طبعا. حطيت زراير الجينز الصغيره او لولي او اي حاجه تداري منظر المسامير، وعملت هنا تعليقه ليها صغيره. حطيت زرع، حطيت صوره صغيره عندي خلفيتها خيش جميله جدا. طبعا الصور دي تعلمنا مع بعض نعملها كتير في حاجات تانية كتيره قوي، ان احنا نعملها ديكوباج كده سريع. بصوا بقى اللذاذه والكياته. افكار النهارده جميله ومفيده، هي معاده بس بدل بعيد افكار بتبقى فعلا مش واخده حقها، وعايزاكم تدعموها عشان لما انتوا بتدعموها بتنتشر اكتر. بشكركم جدا لكل دعمكم ومحبتكم. كنتم مع ابتكارات ميرا.